تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. المستمعون الأعزاء، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في برنامجنا الأسبوعي معا ننهض، واليوم مع الحلقة 22 وهي الحلقة الختامية لبرنامج للعنوان الذي ظللنا نتحدث عنه طوال الفترة الماضية، مقومات التصور الإسلامي. هذه المقومات التي حاولنا أن نتناولها في حلقات طويلة، لما رأينا من أن التأسيس الصحيح لمفهوم كيف ينظر الإنسان المسلم لهذا الكون، وكيف ينظر لنفسه في هذا الكون، وكيف ينظر لمهمته في هذا الوجود، وإلى أين سيتجه مستقبل هذا الإنسان، وما هي علاقته بربه. ما لم تتأسس عنده هذه المفاهيم بشكل صحيح وواضح وجلي وبين وفق منظور الحقائق، فإن المسألة ستكون يضطرب الإنسان ويعيش في حالة من الضبابية، وتتصادم فيه المفاهيم الأخرى. وبالتالي ونحن نتحدث عن قضية النهضة أو مشروع النهضة أو قضايا النهضة بشكل عام، ونحاول أن ننهض بأنفسنا وننهض بمجتمعاتنا وننهض بأمتنا، فإن هذه النهضة لا بد لها من رؤية واضحة، لا بد لها من مشروع، لا بد لها من نموذج، وإلا فإن الإنسان يمكن أن يضطرب فيتجه يمينا وشمالا وتتداخل عنده الرؤى. بل أحيانا يعني تعجب عندما تسمع بعض الناس يتحدث يقول لك: نحن نريد مشاريع تنموية، لا تحدثون عن قضايا الأفكار، لا تحدثون عن قضايا الأديان. وهو مسكين هذا الإنسان يتصور بأن قضايا المشاريع معزولة عن قضايا الأفكار، معزولة عن قضايا الفلسفات. فإن قضايا التنمية وفلسفات التنمية وقضايا التوزيع للناتج الذي يكون نواتج التنمية، كل ذلك له علاقة بطبيعة الحال برؤية معينة، رؤية للوجود، رؤية للإنسان، رؤية للحياة، رؤية للعلاقات المجتمعية. وبالتالي يعني يصعب جدا من لا يستوعب طبيعة التصور الإسلامي، طبيعة الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون هداية للناس، يصعب على كثير من الناس يعني أن تطرح له هذه المفاهيم وتقول له: هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن نعيش. فهو يقول لك، وهذا للأسف الشديد كثيرا ما يعني تصاحبنا في المناقشات الخاصة في العامة، يتواصل معنا الناس في الخاص أحيانا حول أنكم لماذا تريدون أن توظفوا الدين للسياسة. فعندما تسأله ماذا تعني بمفهوم توظيف الدين في السياسة، وهل فعلا يمكن لمن يعرف الدين على حقيقته ويعرف السياسة على حقيقتها، هل يمكن أن تفصل هذه عن هذه؟ وكيف يمكن أن يكون هذا الفصل؟ وهل هذا الإنسان المركب المعقد بتشكيلة غريبة جدا، فيها البعد البدني، فيها البعد الوجداني، فيها البعد الروحي، فيه البعد النفسي، هذا الإنسان الذي إن شاء الله سأحاول أن أفرد له حلقة خاصة فيما يتعلق بإنسان النهضة وكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الظاهرة الإنسانية، يتصور بعض الناس أن هذا الإنسان هو عبارة عن بعد واحد، هو أنك توفر له الأكل والشراب والمتعة وانتهى الموضوع. ينسى جوانب الإنسان الأخرى، ويظن بأن هذا الإنسان حتى وهو في قمة شقائه الروحي، ما دام أنه يأكل ويشرب ويتمتع ويستلذ كما هو حالة الحيوان، يظن أنه مستريح ويعيش حياة طيبة. على كل هذه المسألة
يعني ما قصدته من هذه الإطالة الطويلة جدا ربما أخذت مننا أشهر، هذا المقصود منه هو التأسيس. فإذا أسسنا بنياننا بشكل صحيح كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ونور كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. فنحن نريد أن نؤسس هذا البنيان، نؤسس هذه الرؤية النهضوية التي ينبغي أن تتجه إليها الأمة وفق التصورات التي حاولت حقيقة أن ألخص جزء كبير منها في 4 محاور. المحور الأول مفهوم الحق، وهو الله جل جلاله وأفعاله وأسماؤه وشريعته، كل ذلك يدخل على كل في مفهوم الحق. ثم هذا الإنسان الذي هو ضمن مفهوم الخلق المكلف. ثم بعد ذلك الرسالة، وهي التي تنظم يعني الشريعة الإلهية والهدايات الإلهية التي تنظم هذا الإنسان. ثم المحور الرابع الذي نحن فيه تقريبا الحلقة السابقة وحلقة اليوم هو محور المصير إلى الله سبحانه وتعالى. وتحدثنا في الحلقة السابقة عن مفهوم الإيمان بالآخرة وماذا نريد بهذا المفهوم، وكيف أن القرآن الكريم أعطى هذا المفهوم بعدا من مجموعة من القضايا، أعطاه يعني في عدة مظاهر. حاول القرآن الكريم أن يهتم بهذا المفهوم لأنه مفهوم مركزي في التصورات الإيمانية للإنسان. نتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أمرين أساسيين. الأمر الأول هو مراحل الرحيل إلى الله سبحانه وتعالى، أو مراحل المصير إلى الله، أو مراحل السير إلى الدار الآخرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أثر الإيمان بكل التصورات التي ذكرناها: تصور الحق، تصور الخلق، تصور الرسالة، تصور المصير. ما هو الأثر النفسي والأثر الوجداني والأثر العملي والأثر السلوكي على الإنسان سواء في دنياه أو في آخرته إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه بإذن الله مسك ختام هذه الحلقات. بالنسبة لمراحل الانتقال إلى الله سبحانه وتعالى العفو، فإن أول محطات السير إلى الله سبحانه وتعالى والانتقال إلى الدار الآخرة، وهي التي ليست محل خلاف، هو الموت. البشرية تكاد تتفق كلها تقريبا حول أن أكبر حقيقة في هذا الوجود لا يمكن لإنسان أن ينكرها هي حقيقة الموت. هذه التي سماها القرآن الكريم مصيبة الموت. هذه مصيبة، فعلا مصيبة تنقطع فيها حياة الإنسان، يرتحل عن أقربائه وأحبابه، وينقطع عن آماله وطموحه وتطلعاته، وينقطع عن أشياء كثيرة جدا. وبالتالي هذه نقطة البداية. ولحظة الموت يصور كذلك أو تصور لك الشريعة ما الذي يحدث في هذه اللحظة، ومن الذي يقبض هذه الروح، وكيف سيتم الانتقال. وهل الناس في لحظة الموت هو حالة واحدة، أم أن الناس في لحظة الموت تتجلى تقريبا الأعمال وتتجلى المسيرة الإنسانية لكل فرد. فمن كان يعمل الصالحات فمنتهاه إلى سعادة وحياة طيبة، ومن كانت والعياذ بالله حياته كلها على ضلال وتيه وغضب من الله سبحانه وتعالى، فإن كذلك منتهى أمره يكون إلى شر والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير وحسن الختام. هذه نقطة هي النقطة الأولى. الآن لا أريد حقيقة أن أتوسع في هذه، طبعا موضوعات كثيرة جدا يمكن الإنسان أن يتوسع فيها، ولكن المرحلة الأولى هي مرحلة الموت، والقرآن فصل فيها. المرحلة الثانية ما بعد الموت، طبعا عندنا في الموت هنا تأتي قضية المرحلة البرزخية وقضية القبر. وهذه الفترة طبعا فترة البرزخ، وهي الفترة ما بين الحياة الدنيا وما بين الحياة الآخرة عندما يحصل البعث. هذه الفترة التي تسمى البرزخ هي ما بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة. أيضا في هذه اللحظة تصور لنا الشريعة ما الذي يمكن أن يكون. فيخبرنا القرآن الكريم عن شكل من أشكال النعيم يعيشه الإنسان في قبره، وشكل كذلك من أشكال العذاب يعيشه الإنسان في قبره. وهذه أيضا قضية حقيقة طويلة جدا، ولكن يعني وردت في القرآن الكريم بأن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان من أهل الصلاح فتحت له نافذة في مقعده فتحت له نافذة يرى من خلال هذه النافذة مقعده في الجنة، وإذا كان من أهل النار والعياذ بالله فتحت له كذلك نافذة يرى مقعده من النار والعياذ بالله. إذن هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة الموت والبرزخ.
المرحلة الثانية هي مرحلة البعث والنشور والذهاب لأرض المحشر، ويكون ذلك بأن الله سبحانه وتعالى ينزل ماء من السماء فينبت بها أهل القبور، يعني ينزل ماء من السماء ويتصل بالأرض، والله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء الذي أوجدنا من العدم هو ذاته الذي يوجدنا في المرة الثانية. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فهنا نلاحظ أن مرحلة البعث هي ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فيتصل هذا الماء بالأرض ويتصل بالإنسان الذي هو تحت هذه الأرض فينبتهم الله سبحانه وتعالى، ينبت هؤلاء البشر نبتا جديدا. فإذا خلقهم الله فإن الله يعني التخلق هنا المقصود منه النبتة بعد أن تتصل الماء بابن آدم الذي هو في بني آدم الذين هم في قبورهم ويظهرون ويتخلقون. هنا ينفخ الملك المكلف بالنفخة الأولى، فإذا هذه النفخة يخرج فيها عموما الناس من قبورهم. طبعا ما قبل هذه النفخة عندنا النفخة الأولى التي يكون فيها الفناء الكلي، يعني الموت الطبيعي هذا في النهاية سينتهي بنا إلى موت جميع أهل الأرض، واللي هي اللي قال الله سبحانه وتعالى فيها كل من عليها فان. هذه اللحظة اللي هي النفخة الأولى، لكن هذه النفخة الثانية هي النفخة التي يخرج الناس فيها من قبورهم. فيأمر الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور فتطير أرواحهم إلى أجسادهم التي نبتت من مياه المطر التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. المرحلة الثالثة هي مرحلة الانتظار طويلا في أرض المحشر، مصحوب هذا الانتظار في أرض المحشر مصحوب بالخوف الشديد والظمأ، ويأذن الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة برفع الحوض لرسوله صلى الله عليه وسلم فيشرب منه من مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصد عنه أهل البدع والأهواء. حينها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم بدلوا وغيروا، فأقول سحقا سحقا. هذه هي مرحلة الحشر، وهي مرحلة طويلة وفيها تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وينتظر الناس في هذا اليوم العظيم أن يبت أمرهم ولو على أن يعجل الحساب. وهنا طبعا تأتي مجموعة من القضايا، ولكن أهم ما في هذا الموقف العظيم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرب منه كذلك الأتقياء الذين التزموا بدين الله. ويحصل في هذه الأرض أيضا أرض المحشر مسألة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله فلا يرون حرا ولا يرون ظمأ، وهم طبعا ذكروا في حديث أبو هريرة في صحيح مسلم والبخاري الذي يقول فيه إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، السبع المعروفين. ثم تحدث هنا طبعا مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ينصرف الناس فيها إلى الحساب. إذن هذه المرحلة هي المرحلة الرابعة، نأتي بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحة العرض والحساب. وساحة العرض والحساب هنا تتطاير الصحف وتعرض الأعمال، ويكون الحساب اليسير بالنسبة للناس. الحساب اليسير أنك أنت بعد أن تأخذ كتابك بيمينك أو شمالك تطلع على ما كتب الله لك في هذا الكتاب، كل صغيرة وكبيرة تراها أمامك صوتا وصورة وتقرأها، حتى يقول الإنسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، على كل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم يكون الحساب لقيام الحجة عليهم، يعني الإنسان يقرأ كل شيء ويعرف على كل في هذه اللحظة يعرف الناس أحوالهم. وفي هذا ربما يكون الحساب الخاص بين الله والعبد. على كل منزلة الحساب أيضا فيها كلام كثير جدا ويمكن أن نجده في كتب العقائد. المرحلة الخامسة بعد أن خلاص انتهينا من الحساب وانتهينا من العرض وانتهينا من الحساب الخاص وكل ذلك، يأتي مرحلة الميزان، وهو أن الإنسان يقر على أعماله. طبعا في مرحلة العرض والحساب في إنكار وفي جحود وينكر الإنسان، فالله سبحانه وتعالى يقول اليوم تشهد عليهم ألسنتهم، يعني يختم الله على أفواههم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم، فإذا بهم يقولون لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم يأتي الميزان، هذه المرحلة الخامسة من مراحل السير إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وهو مرحلة الوزن للأعمال بعد الحساب.
وضعت الحسنات في كفة ووضعت السيئات في كفة، ويحدد بعد ذلك مصير الخلائق والتقرير والإشهاد، وتوضع الأعمال في الميزان الدقيق الذي لا يظلم فيه أحد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم ينصرف الناس بعد ذلك من الميزان، ينصرفون إلى الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم يرده الجميع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهو طريق العبور لأهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار طبعا والعياذ بالله يتساقطون فيها. المرحلة الأخيرة من المراحل هي بعد عبور الصراط انقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه باختصار شديد جدا المراحل التي سيمر بها الإنسان، تبدأ من مرحلة الموت إلى مرحلة الجنة أو النار. إذا لاحظوا معي أيها الإخوة الكرام كيف أن هذا الإنسان من خلال ما أخبره الله سبحانه وتعالى وأعلمه الله سبحانه وتعالى حصلت له من الهدايات ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحصل لأي شخص هذا النوع من الهدايات، مهما اجتمع أهل العلم والفلسفة والفكر والمختبرات واجتمعت أهل الدنيا جميعا إلى أن يجيبوا لنا عن تساؤلات ما بعد الموت، وهذه كما تسمى الأسئلة الوجودية الكبرى. هذه الأسئلة الوجودية الكبرى: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وما هي مهمتنا في الحياة؟ وإلى أين نحن سائرون؟ هذه لا يمكن أن يجيبها إلا الوحي، ولا يمكن أن يجيبها إلا من هو خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وأنزل الرسالة وحدد له المستقبل وحدد له الحساب إلى غير ذلك. فبالتالي هذه المسألة من المسائل الكبيرة جدا التي تتعلق بها حقيقة يعني قضايا العقائد والتصورات. ولهذا لما نتحدث عن قضية الإيمان باليوم الآخر ليس أمرا هينا، لأنه يشكل الوعي ويشكل العقل ويشكل الوجدان ويشكل الحالة الروحية ويشكل الحالة النفسية ويشكل مشاعر الإنسان الداخلية، بحيث أن هذا الإنسان المؤمن بالآخرة ستجده وهو مقبل على الأعمال الصالحة وضعه مختلف تماما، وهو متكاسل وهو فاتر بينما إذا زادت فيه هذه الروح وجدت هذا الإنسان يعمل عملا عظيما. أن الأرواح إذا كانت الأرواح تعمل فالأجساد لا تتعب، إذا كانت الأرواح تعمل فالأجساد لا تتعب. فالروح إذا عملت من خلال هذا الوعي وهذا الفهم وهذا الإدراك وهذا السير إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة، فإننا سنلاحظ أن الإنسان يختلف اختلافا كبيرا. ومن هنا إن شاء الله ندخل في الجزئية الثانية، وهي جزئية الآثار والثمرات. حقيقة لا بد هنالك من سؤال، وهو يعني ونحن نسرد كل ذلك الحديث في أكثر من 20 حلقة: هل فعلا يمكن لما ذكرناه أن يكون له أثر، هذا الإيمان له أثر في نفوس الناس وله ثمرات في هذه الحياة، أم ليس هنالك آثار يمكن أن نرجوها ممن يكون مؤمنا؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني أريد أن أقول بأن هذا الإنسان الذي آمن بالله وآمن برسله وملائكته وآمن برسالته وآمن بيومه الآخر وهو يوم الحساب، وعلم أن الله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، وأنه يعلم كل شاردة وواردة في الإنسان، هذا الشعور العظيم الذي يولده هذا الإيمان ليس أمرا سهلا. وبالتالي سنلاحظ أن هذه الرسالة بهذا الشكل بهذه التصورات هي التي جعلت من أمة العرب أمة كانت جاهلة، أمة كانت لا أساس لها من العلم والفكر والفلسفة، خارج سياق التاريخ البشري، خارج السياق الحضاري، خارج الحضارات الإنسانية تماما. تتنازع تتنازع الأمة العربية حينها، أو تتنازع الشعوب العربية حينها أمم فارس من جهة المشرق وأمم الروم من جهة المغرب، وتتنازعها النصرانية واليهودية هنا وهناك. ولم يكن العرب حينها أولو حضارة أو أولو ثقافة أو أولو نهضة، لم يكن لهم شيئا. ولكن انظروا هذا الكتاب العزيز، هذا القرآن العظيم الذي أسميه كتاب النهضة،
وكتاب يعني رسالة الله سبحانه وتعالى للبشرية هو كتاب الاستخلاف وكتاب التمكين، كيف أن الله سبحانه وتعالى اختار لهذا الكتاب أمة أمية وسماهم الأميين، وأمة بعيدة عن الحضارات اللي كانت سائدة في ذلك الوقت، وبعيدة عن الفلسفات البشرية الأرضية، فلم تكن هي من الأمم الرومانية ولا اليونانية ولا غيرها، حتى فلاسفة الروم لم يكونوا يعرفون عنهم شيء، عبارة عن أمة معزولة، ولم يكن من داخلهم أيضا هنالك فعلا من يستطيع أن ينتقل بهم نقلة كبيرة جدا بحيث يؤثر فيهم هذا التأثير. لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى اختار مكة لتكون نقطة الانطلاق. مكة جرداء قاحلة، يعني ليست أرض زراعية، ليست أرض يعني يمكن أن تؤسس فيها حضارة بالمعنى الذي نعرفه، ولكن لم يرد الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة أن تنشأ في حضارة الروم ولا أن تنشأ كذلك في حضارة فارس، أراد الله لها أن تنشأ في وسط الأميين. وفي ذلك من الرسائل العظيمة والعجيبة جدا، وهو يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول بأن هذا الكتاب هو الذي يحيي الأموات، الأموات في الثقافة، الأموات في التكنولوجيا، الأموات في النهضة، الأموات في المشاعر والأحاسيس، الأموات في الأخلاق، الأموات في كل شيء. أو من كان ميتا فأحييناه بما أحياه الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن ما يحيينا هو هذا الكتاب، ما يحيينا هو هذا الكتاب. والله عز وجل ينادينا للحياة، ينادينا للحياة، لا ينادينا لشيء آخر، يقول لنا أريد أن تحيوا حياة طيبة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيها الإخوة والأخوات، ما أعظم هذه الظلمات، ظلمات الكفر بأشكاله وألوانه وتعدديته، يعني لا تكاد تجد ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ظلمات في الفلسفة، ظلمات في الفكر، ظلمات في السلوك، ظلمات في المشاعر، ظلمات في الأحاسيس، ظلمات في كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يخرجنا من هذه الظلمات إلى نور الله سبحانه وتعالى، فنبصر الأمور كما هي ونرى الأشياء على ما أرادها الله سبحانه وتعالى، وتكون المسيرة إلى الله عندنا واضحة. نخرج إن شاء الله فاصل أيها الإخوة والأخوات الكرام، ونعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور
حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا والعود أحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد من هذه الحلقات وممن يستفيد بهدايات الكتاب، ونكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد وفقنا ونجحنا وسددنا الله سبحانه وتعالى إذا استطعنا أن نزرع في الإنسان شيئا واحدا، وهو أن يعلم أن الطريق إلى الله يمر عبر رسالة الله سبحانه وتعالى، والطريق إلى الله سبحانه وتعالى يمر عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا شك أن كل مؤمن وكل مسلم بل كل إنسان يحب أن يحب خالقه ويحب أن يتعرف عليه، ولكن كثيرا ما تتوه بنا السبل وتضل بنا الدروب، ولكن الله سبحانه وتعالى تعهدنا بهداياته وتعهدنا برسله. فتعالوا معي نستمع إن شاء الله إلى الآثار والثمار. حقيقة وقفت على كتاب الله سبحانه وتعالى وحاولت أن أتلمس الآثار الإيمانية، فهي شيء لا يوصف حقيقة. خرجت عندي سلسلة هائلة جدا وضخمة، يمكن تتجاوز أو تقارب تقريبا 30 أثر وثمرة، ولكن قلت هذا سيثقل عن الناس في هذه الحلقة، وأنا أريد حقيقة أن أختم هذه السلسلة التي أطلت فيها. فحاولت أن ألخص الآثار والثمار في 10 فقرات، وحاولت أن أدمج حقيقة أكثر، ستجد في الفقرة الواحدة أحيانا 3 4 ثمرة، ولكن من باب الاختصار أردت إن شاء الله أن ألخصها في 10. أولا من أهم الآثار هو أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون له أثر عظيم في النفوس وغاياتها وتطلعاتها وثباتها وتضحياتها ونموذجها وذاكرتها وأفكارها. ستلاحظ أن الإنسان تتبدل أحاسيسه، تتبدل مشاعره، تتبدل غاياته، تتبدل أهدافه. فالذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى يجعل نصب عينيه كيف يرضي الله سبحانه وتعالى، كيف ينال رضوان الله سبحانه وتعالى. فستلاحظ أن هذا الأمر أمر عظيم جدا. نلاحظ ذلك باختصار في قوم موسى عليه السلام، كيف أن السحرة في لحظة من اللحظات دخلوا إلى ساحة الصراع والنزال مع موسى عليه السلام، وقد اجتمع الناس في سبيل أن يهزموا موسى، وأن تكون لهم الغلبة، وأن يكون لهم الحظوة عند فرعون، وأن تكون لهم الأموال، وهم جاءوا بهذه النية. وفجأة عندما أدركوا بأن موسى ليس ساحرا، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو الحق، لم يبالوا بما توعدهم به فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل وكذا وكذا. فقالوا لا ضير، نحن لن نبدل آخرتنا بدنيانا، لن نبدل آخرتنا بدنيانا، لن نبيع آخرتنا بدنيانا، لن نتبعك، افعل ما بدا لك. لاحظ كيف أنهم في الصباح كانوا على دين وعلى رؤية وعلى مشروع دنيوي مادي منفعي، وإذا بهم في الفترة المسائية يتحولون إلى شيء آخر، مستعدين فيه للتضحية إلى ما لا نهاية. إذن هذه المسألة أهم أثر من آثار الإيمان، كيف أن الإنسان تتحول همومه وأهدافه وغاياته ومشاعره من إنسان مادي يبحث عن المنفعة الذاتية ويبحث عن المجد الشخصي ويبحث عن أن يستفيد هو، كيف يتحول إلى شخص تنتهي به القضية إلى أن يكون مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، مضحيا بنفسه ومضحيا بماله ومضحيا بكل شيء في سبيل عقيدته. وهذه القضية طبعا عميقة جدا في النفس البشرية، كما يقول المفكر الإسلامي علي عزت بيغوفيتش، يقول هنالك فرق هائل في البعد الأخلاقي، في كل المفاهيم القيمية الأخلاقية لا تستطيع أن تفسرها بغير الإسلام والإيمان. بغير الدين لا تستطيع أن تفسر مفهوم التضحية، مفهوم العطاء، مفهوم الكرم، مفهوم أن تبذل وتضحي وأن تخسر حياتك حتى. ما الذي يجعل شخص يرتمي بنفسه مثلا في النار لينقذ أسرة وهو سيموت؟ لو لم يكن هنالك شيئا شعورا معينا أنه إذا فعل ذلك حتى ولو مات فإنه سيكون مأجورا عند الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة مهمة جدا. النقطة الثانية، النموذج الثاني هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذه الأمة التي ذكرتها في البداية أنهم كانوا أمة أمية
جاهلة، بعيدة عن النمط الحضاري، بعيدة عن السلوك التنظيمي، بعيدة عن مفهوم الطاعة، بعيدة عن مفهوم الدولة، بعيدة عن مفهوم التنظيم، بعيدة عن مفهوم البعث الحضاري للشعوب الأخرى. كيف تحولت هذه الأمة من رعاة الغنم إلى رعاة الأمم؟ كيف تحولوا إلى منظومات أخلاقية هائلة؟ تجد الواحد منهم أمة من دون الناس. يبعث النبي، يبعث مثلا يعني المسلمون يبعثون رجلا عاديا قائدا من القيادات، يبعثونه إلى رستم، فيسأله رستم: ما الذي جاء بكم؟ فيقول: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا الأمر وهذا التحول لم يكن ليكون لولا هذا الدين العظيم وهذا الإيمان العظيم الذي دخل في نفوسهم بعد أن تنزلت آيات الله سبحانه وتعالى عليهم. أيضا نلاحظ في نفس هذا الهدف، هذا التأثير، نلاحظ أن العمل في الدنيا بالنسبة لهذا الإنسان يتحول من منطق المنفعة والمصلحة الخاصة إلى منطق الاحتساب والثواب الأخروي وليس الدنيوي البحت. يعني من يؤمن بالله لا يحاول كل قضاياه أن يترجمها ترجمة مادية. وللأسف الشديد لما ضعف الإيمان في النفوس، نلاحظ كل شيء، تحولت الأخلاق حتى داخل الأسرة، العلاقة بين الأب وابنه، بين الأم وأبنائها، بين الزوجين، تحولت إلى علاقة مادية بحتة. للأسف الشديد يصب الفن عندنا في هذا الاتجاه، تصب المسلسلات عندنا في هذا الاتجاه، كيف في نهاية المطاف يختزل المشهد كله إلى أن يكون الإنسان يفوز بامرأة أو يفوز بقصر أو يفوز بمال أو ينهي العصابة كلها، وينتهي هو بأن يكون هو البطل الذي استحوذ كل شيء، فتتحول الدنيا كلها إلى صراع، ويغيب مفهوم الاحتساب، مفهوم الآخرة، مفهوم الجنة، فتتحول الصراع كله في هذه الدنيا، وبالتالي لا تلاحظ هنالك تسامح ولا تصافي ولا عفو ولا ارتقاء ولا سمو، كل ذلك يغيب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من الآثار العظيمة جدا هو أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان دائما في خوف من ذنوبه ومن آثامه ومن سيئاته ومن أعماله السيئة، فيظل دوما في خوف، ويخشى أن يظلم أحد، ويخشى أن يأكل مال أحد، ويخشى أن يمارس الطغيان على أحد، ويخشى من الظلم. لماذا؟ لأن الإيمان يمنعه من كل هذه القضايا. إذا آمن إيمانا حقيقيا فإن الإنسان يكون في خوفا من نفسه، خوفا على نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء العظيم: اللهم أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي. لا شيء يهلك الإنسان في دنياه وآخرته ما عدا شرور النفس وما يترتب عليها من سيئات العمل. إذن هذا الأمر الثاني. ونلاحظ أيضا في هذا الأمر مسألة مهمة جدا، وهو النظر للدنيا بأنها دار ممر وليس دار مستقر، إنما هي طريق للعبور إلى الله، لا دار قرار واستقرار، وأن الأمر في نهايته هو أن الرجع إلى الله، المنتهى إلى الله، المصير إلى الله. هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات لا تتصوروا ما تحدثه في الإنسان في سلوكه اليومي، في علاقاته مع الناس، تختلف تماما. أيضا نلاحظ أن الآخرة والإيمان بها يروح وينفس عن المظلومين والمقهورين. يعني ليست كل شيء هي الدنيا. بعض الناس سبحان الله تجد إذا حصل له شيء، ظلم أو شيء، تجد خلاص وكأنما الدنيا هذه كلها ضاعت منه، وكأنه ليس هنالك إله ولا حساب ولا عقاب ولا جزاء. فيحاول حتى أحيانا لا يحاول أن يعفو أو أن يصفح أو أن يتسامى، لأنه لا يؤمن بهذه القضايا أو ضعفت في هذه المسألة. فتلاحظ دائما نحن الأمور كلها نلجأ بها إلى ساحة الاحتراب والدماء. لماذا؟ لأنه بالنسبة لنا الدنيا هي الجنة، فمن فاز بها فقد فاز بكل شيء، بينما التصور الإيماني خلاف ذلك. ثالثا أيضا من القضايا المهمة جدا من ثمرات الإيمان الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وحينها تتنزل عليهم البركات، بركات السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ونلاحظ كذلك أن الإنسان المؤمن يعيش حياة طيبة في هذه الدنيا ويعيش الجزاء الأحسن في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
خامسا نجد أن الإنسان المؤمن الله سبحانه وتعالى تعهده بعدم الحرمان من ثواب عمله. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. يعني لا يخاف هذا الإنسان الذي عمل الصالحات، لا يخاف ضياع، لا يخاف نسيان، وما كان ربك نسيا، لا يخاف ظلم، لا يخاف هضم، كل ذلك الله سبحانه نفاه عن نفسه. ولكن عليك أنت فقط حارب الظلم في نفسك، حارب الظلم مع الآخرين، حارب الظلم في مجتمعك، أما لا تخشى أن الله سبحانه وتعالى يحرمك من حسناتك وأعمالك. وكذلك من الثمار العظيمة جدا، هذه في خامسا نفسها، الأمن من الخوف والأمن من الأحزان والأمن من الهموم. الإنسان دائما أيها الإخوة والأخوات إما أن يكون خائفا من أمر، يعني مهموما بأمر مضى فيكون في حزن، وإما أنه يعني يعيش حالة من الضيق بأمر راهن وحالة صعبة الآن فيكون في غم، وإما أنه يخشى من أمر مستقبلي إما أن يفوت عليه أو يضيع، فهو إما في حزن وإما في غم وإما في هم. تعهد الله كل ذلك أن يرفعه ويزيله عن أهل الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ووعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بأن يجعل الله لهم سبحانه وتعالى من كل ذلك فرجا ومخرجا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات: نفى عن أوليائه ونفى عن عباده الصالحين أن يكونوا يعيشوا حالة الغموم والهموم، فإنهم بمجرد أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى ويقبلوا عليه ويصلوا لله ركعتين ويقبلوا على كتاب الله ويقرأوا آيات الله سبحانه وتعالى إلا وتنفتح لهم الآفاق كلها، والضيق يتحول إلى سعة، والهم يتحول إلى فرج، والغموم تتحول إلى راحة بال. فهذا كله من ثمرات الإيمان. سادسا من القضايا المهمة جدا أيضا من آثار الإيمان أن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده المؤمنين قبولا في الأرض وحبا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هنا طبعا لا بد أن أقف أيها الإخوة والأخوات للقول بأني وجدت كل هذه القضايا يعني مرتبطة بالإيمان، فكنت أقول لماذا لا ترتبط بالإسلام؟ يعني ليش والله النصر والتأييد وذهاب الهموم وذهاب الغموم وكذا؟ ما نحن مسلمين الآن، مليار من المسلمين يعيشون في شقاء ويعيشون في تعب وفي ضنك وفي كذا. الله سبحانه وتعالى ربطها بالمنزل الأعلى من الإسلام. ليست القضية أن تقول والله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تفعل كل أفعال الكفرة والمجرمين والفساق وأنت لا نخرجك من الإسلام، ولكن حتما لست من أهل الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكل القضايا التي أتلوها الآن سمعتم الآيات كلها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. فجعل الله سبحانه وتعالى كل هذه الآثار لأهل الإيمان، ولم يجعلها لمجرد دعوة الإسلام. فالدعاوى كثيرة ودعوة الإسلام كثيرة، ومليارات من الناس يشهدون أن لا إله إلا الله، ولكنهم لم يرتقوا بعد إلى مستوى الإيمان الذي يستحقون معه كل هذه القضايا التي تحدثت عنها. منها أن يجعل الله لأهل الإيمان الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فإن هؤلاء يجعل الله لهم ودا، يجعل الله له ودا بينهم. فإذا رأيت المسلمين تناحروا وتقاتلوا وتشاكسوا وجعل الله بأسهم بينهم شديد، فاعلم أنهم خرجوا من دائرة الإيمان إلى دائرة أخرى. صحيح أن يكونوا مسلمين، ولكن وصف الإيمان انتفى عنهم والعياذ بالله، وصاروا بعد ذلك مسلمين، يعني خرجوا من دائرة الكفر إلى المسمى العام للإسلام، ولكنهم لا يستحقون معية الله ولا يستحقون كذلك عناية الله ولا يستحقون بهذا الشكل ولاية الله الكاملة لأهل الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سابعا أيضا من القضايا المهمة جدا لأهل الإيمان جعلها الله سبحانه وتعالى لهم من آثار الإيمان ومن ثمرات الإيمان في هذه الدنيا والآخرة الهداية العامة والتامة، وهذه الهداية تصحبها بطبيعة الحال النجاة في الآخرة من الخسران الدنيوي والأخروي. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم.
يهدي. فعندنا الهداية نوعان: هداية الإيمان وهداية العلم والقرآن. فلأهل الإيمان هدايات، الإيمان يهديك إلى الخير. ولاحظ سبحان الله كثيرا ما نلاحظ في قضايا يضل فيها بعض أهل العلم وينجح فيها عوام المؤمنين. عوام المؤمنين تجد بصيرتهم واضحة، بوصلتهم محددة. يعني تلاحظ دائما لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمتي بشكل عام، الأمة معصومة بمجموعها. هذا المجموع انظر دائما إلى عموم الأمة تجد بوصلتها أكثر توفيقا من كثير من النخب التي تأثرت بالسلطات الضالة أو الحكومات المنحرفة أو الجماعات الضالة. تجد هؤلاء بوصلتهم دائما مشوشة، بينما سبحان الله بوصلة الأمة وعوام الأمة حتى الآن مثلا نلاحظ من قضية التطبيع، تلاحظ بوصلة عموم جماهير الأمة أكثر وضوحا وأكثر رشدا وأكثر هداية وأكثر ثباتا من بعض النخب والعياذ بالله التي حاولت أن تكون عبارة عن أدوات وظيفية لكثير من الحكومات التي تروج الآن للتطبيع. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ما الذي جعل هذا الرجل العامي أكثر رشدا وهداية من ذاك العالم؟ هذا العالم طمس الله عليه نور الإيمان فصار ينظر إلى الأمور بحساباته العلمية، ولكن هذا البسيط اهتدى بإيمانه فيدرك تماما أن الحق واضح، الحق أبلج والباطل لجلج كما قيل. فبالنسبة له الصورة واضحة، أن الاغتصاب، أن الاحتلال، أن وجود اليهود على أرض الإسلام، أن هيمنتهم، أن سلطانهم، هذه الصورة واضحة لا تحتاج إلى كثير بيان وكثير تفصيل. ولكن تجد سبحان الله من لا يهتدي إلى هذا الموقف الكثيرين. أيضا من ضمن هذه الهداية أنك تنتهي في نهاية المطاف بهذه الهداية إلى النجاة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا ثامنا تقريبا هذه كانت سابعا، الهداية العامة التامة والنجاة في الآخرة. ثامنا نأتي إلى قضية الإخراج من الظلمات إلى النور. الإخراج من الظلمات إلى النور، الله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا النور الذي يخرج الله به الناس سبحان الله، ومن ضمن ما في أنهم يخرجون من الظلمات وكذلك يخرجون من الظلم. يعني المؤمن لا يكون ظالما، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تاسعا غفران الذنوب وتكفير السيئات ونيل الرحمة والرضوان وصلاح البال، كل ذلك يؤتيه الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. وهذه حقيقة يعني مسألة طويلة وتحتاج إلى تفصيل، ولكن معها أيضا مع هذه المسألة نيل ولاية الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وختاما دخول جنة الله سبحانه وتعالى. في الختام بعد كل ذلك يدخل الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. وأخيرا وهي أعظم من دخول الجنة هي رضوان الله سبحانه وتعالى، وهو أكبر من دخول الجنة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وهي تقريبا العاشرة. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر. أيها الإخوة والأخوات، بهذه الحلقة نكون إن شاء الله قد ختمنا ما كنا نصبو إليه من هذه الحلقات، مقومات التصور الإسلامي، لنخرج من دائرة التيه التي دخل فيها البعض تحت قولهم: جئت ولكن لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. هكذا قال هذا التائه وهو لا يدري، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى في مسيرتنا في الحلقات السابقة عرفنا من أين جئنا، وعرفنا لما جئنا، وعرفنا إلى أين المصير وإلى أين المنتهى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحيون بالإسلام ويموتون على الإسلام والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل